إقالة فيريرا من منصبه. كان هذا هو العنوان الأبرز، والزلزال الذي ضرب 100 عقبة بعد خسارة جديدة للزمالك في الدوري المصري، وابتعاده بشكل كبير عن فرق المقدمة في جدول ترتيب الدوري. أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرار مؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني، واللي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير. قرر مرتضى منصور توجيه الشكر للمدرب البرتغالي فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب، بما فيهم مدرب اللياقة البدنية، واستمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة، بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة مسؤولا عن قطاع كرة القدم في النادي، إلى جانب استمرار إسماعيل يوسف مدير للكرة بالفريق الأول بالنادي. وأعلن مرتضى منصور تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول، وتعيين كل من حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين، وتعيين الكابتن محمود فايز محلل أداء، واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، والتعاقد مع مدرب أحمال أجنبي. وأشار مرتضى منصور إلى أن هذا الجهاز مستمر لنهاية الموسم، مطالبا جماهير الزمالك باستمرار الدعم للفريق. وتلقى الزمالك خسارته الثالثة هذا الموسم أمام المحلة، والثانية على التوالي بعد الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.